بما اني راجل بتاع موشن جرافيكس وبشتغل كل يوم فيديوز لعملاء، فدايما بيجي لي طلب سخيف جدا، وهو ان العميل عايز الفيديو بدل ما يكون فول اتش دي يكون كمان بمقاس الريلز او الستوريز اللي هو المقاس الطولي. فطبعا الموضوع ده سخيف جدا لانه بيحجمك وانت بتشتغل فول اتش دي، وخصوصا لو الطلب ده جالك في نص الشغل او حتى لما تكون خلصت اصلا البروجكت بتاعك. فهنا بيقابلك مشكله جامده جدا انك ممكن تعيد معظم الشغل علشان يناسب الحجم الطولي، وهيقابلك مشاكل كتير لو انت مثلا بتشتغل ببلجنز ريد جوينت تراك كود زي البارتيكلز او البارتيكولرز، او لو كنت بتشتغل بإليمنت 3 دي برضه هيقابلك مشكله عويصه جدا انك علشان تظبط المقاس بتاعك لمقاس الريلز انت مضطر تشتغل الحاجات دي من اول وجديد. فما بالك بقى لو انت عامل انيميشن او حركه معقده، فانت هتعيد الشغل حرفيا من اول وجديد. فالموضوع ده طبعا مش عملي خالص، وللاسف الشديد عملاء كتير جدا دلوقتي بيطلبوا ان الحجم بتاع الفيديو يبقى طولي مش فول اتش دي، يعني مش 1920 في 1080، لا بيبقوا عايزينه 1080 في 1920. طبعا علشان انتوا عارفين ان التسويق دلوقتي من خلال الريدز والستوريز والشورتس اللي على اليوتيوب او الانستجرام حتى او تيك توك بقت مطلوبه جدا جدا جدا. وعشان اواجه المشكله دي واحلها بسهوله جدا عملت حركه صايعه كده هعرفكم عليها بعد شويه، ومره واحده بس، يعني مش مضطر ان انت تعيد الشغل او حتى تعمل ريندر او بري ريندر لبعض العناصر علشان بعد كده تدخلها في الحجم الطولي او في الحجم الريلز او الستوريز او الشورتس. الفكره دي صايعه جدا وطريقه ممتازه. فتعمل ايه لو انت اتحطيت في المشكله دي ولازم تغير الفيديوز؟ طبعا اكيد هيبقى صعب عليك قوي انك تشتغل من اول وجديد. دلوقتي على الافتر افكتس هنعرف الطريقه بالظبط عامله ازاي. يلا بينا. يعني البروجكت ده مثلا كان عميل طالب مني ان انا اعمل له لوجو انترو، ولكن هنا العميل كان عايز يحط اللوجو انترو على التيك توك وعلى الانستجرام وفي الريلز وفي الستوريز والحاجات دي. فطبعا اكيد نفذت الكلام ده الحجم الطولي. وتعالوا نشوف بروجكت تاني برضو كان تهنئه. فده طبعا دلوقتي المقاس الطولي ده من اكتر المقاسات المطلوبه الحقيقه في السوق. فالطريقه الاولى عندك يا معلم انك تاخد الاسيتس بتاعتك او مثلا حاجه زي البارتيكلز ان انت تعمل لها بري ريندر. يعني مثلا لقطه زي دي لو خدتوا بالكم منها في المقاس الطولي هتلاقوها ان هي تقريبا هي مفيش فيها اي تغيير. فانت ممكن بقى بكل بساطه تروح عامل مثلا حاجه زي اكشن سيف انت اللي تعملها، تعمل نيو سوليد مثلا وتخلي السوليد ده وليكن لونه احمر مثلا يعني، وتخلي الويدث بتاعه 1080 في 1920 اللي هو الحجم الطويل بالشكل ده. طبعا هيبقى خارج، ولكن كل ما عليك انك تخلي السوليد ده موجود كده وتديله مثلا حاجه زي كده وتبدا تشتغل. وانت بتشتغل تحاول تحافظ ان الشغل بتاعك كله يكون جوه الاكشن سيف الحمراء اللي انت عاملها او السوليد اللي انت عامله، علشان لما تيجي تحول للحجم الطولي يكون معظم شغلك جوه الاكشن سيف، فتبقى متاكد تماما ان شغلك سليم. طبعا احنا هنا هنلاقي ان اللوجو خارج بره، وده كان إليمنت 3 دي، واضطريت ان انا اعيد المشهد ده من اول وجديد بالانيميشن بتاعه بكل حاجه عشان يكون مظبوط. حتى هنا لو تاخدوا بالكم لما رجعت الزوم اوت للكاميرا السوليد بان هنا، او يعني الفلور بانت هنا، ولكن يعني مش مشكله، كان ممكن اكررها بكل بساطه في الاليمنت 3 دي لكن شكلها عجبني كده فسبتها زي ما هي. ولكن في بعض الاوقات انك هتحب تعدل الموضوع ده فبكل بساطه هتضطر تعيد من اول وجديد. طيب الطريقه الثانيه بقى الصايعه اللي انا بقول لكم عليها واتكلمنا عنها في اول الفيديو واللي هتحل لك المشكله دي من جذورها فعلا، ودايما هتشتغل بالمقاس الجديد اللي انا هقول لك عليه ده، وهو 1920 في 1920. تعالوا كده نفتح كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، هنكتب بدل الهايت 1080 لا هعمل 1920 وادوس على اوكي. مقاس غريب جدا طبعا، مقاس مربع او سكوير، ولكن لما هتيجي تعمل السوليد او ممكن نيجي ناخد السوليد من هنا كوبي مثلا وبيست في الحته دي، انت كده معلم بتشتغل في الاكشن سيف. طب تعالوا نعمل سوليد تاني مثلا ونخليه 1920 في 1080. انت كده يا باشا بتشتغل في 2 اكشن سيف انت عاملهم لنفسك، ومستحيل الشغل بتاعك يخرج بره نهائي، وهتبقى وانت بتشتغل شايف الاكشن سيف بتاعتك عامله ازاي. فالمقاس 1920 في 1920 هو افضل حل للناس اللي بتشتغل موشن جرافيكس او فيديو اديتنج ودايما بيبقوا عيني محتارين ودايما بيضيعوا وقت في شغل الجرافيكس بتاعهم او في شغل الموشن، يعني انه دايما بيضطر يعيد الشغل اكتر من مره وبيقعد يعمل بري ريندر كتير مثلا البارتيكلز بتاعته او الستوك فوتج ايا كان. الطريقه دي ممتازه.
حتى لما باجي اشتغل حاجه 3 دي جوه السينما 4 دي او انريل انجن حتى بشتغل على نفس المقاس 1920 في 1920 تحسبا لاي ظروف او اي كلاينت يقول لي انا عايز الشغل بتاعي يبقى بمقاس الريلز او بالمقاس الطولي، فجرب الطريقه دي قويه جدا. وده شكل البروجكت اهو، شايفين المقاس كومبوزيشن سيتنجز 1920 في 1920. فبالتالي لما اجي هحطها في الريلز هتطلع مظبوطه جدا ومفيش فيها اي مشاكل خالص، وبكل الادجستمنت لايرز بتاعتك يا معلم، بالكالر كوريكشن، بكل حاجه بتطلع مظبوطه 100%. فانت مش مضطر تقعد تعيد شغلك اكتر من مره. حتى هنا ده الريندر 3 دي من الانريل انجن، لو تاخدوا بالكم برضو مقاس الكومبوزيشن بتاعتي 1920 في 1920. ولما هاجي اشتغل بالطول او بالعرض مش هيفرق معاك اي حاجه خالص، لازم تجربها لو انت شغال موشن جرافيك ديزاين. ولو ريحتك الطريقه دي يا ريت تقول لي في الكومنتس ان انت جربتها وريحتك في الشغل. بس كده يا معلمين، اتمنى ان التبسيه السريعه دي تكون عجبتكم، ولو فعلا عجبتكم اكيد هنكرر الحكايه دي يعني على طول باذن الله، نعمل تبس كده سريعه تساعدنا في الشغل وتسرع الموضوع اكتر. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. اشوفكم ان شاء الله على خير الحلقه الجايه. كان معاكم محمد زازوق من ZachWorks.com وZachWorks.academy. السلام عليكم. ZachWorks.academy. لو بتفكر او عايز تتعلم الموشن جرافيكس باحتراف، كورس الموشن جرافر كورس متجدد باستمرار، اكتر من 73 درس واكتر من 50 تطبيق ومشروع احترافي. ده غير ان معظم المشاريع والدروس كانت شغل العملاء بالفعل. ده غير كمان اننا عاملين جروب خاص على فيسبوك للمتدربين للمناقشه والاستفسارات، وكمان عشان تنزل تطبيقاتك وشغلك وتعرضه للنقد البناء. ورشه نيكست هي ورشه احترافيه جدا، هتتعلم فيها ازاي تعمل برومو 3 دي لعربيه اودي Q7، والمشروع بالكامل معمول على برنامج الافتر افكتس بدون التدخل من اي برنامج 3 دي. وكمان بنشرح ازاي تعمل مونتاج للبرومو على برنامج البريمير. وفي نهايه الورشه هتحترف النوع ده من الاعلانات. اما ورشه فيروس هي احدث ورشه موجوده دلوقتي على ZachWorks.academy، اللي فيها بتتعلم اكتر من 7 برامج، وده عشان تعمل مشهد احترافي جدا، وهتتعلم ازاي بنشتغل على كميه البرامج دي كلها بكل سهوله وسلاسه. ده غير كمان اننا عاملين خصومات هايله بتوصل لاكتر من 50% على كل الورش والكورسات في الاكاديميه. لو عايز تخوض معركه الموشن جرافيكس وتتعلم المجال من اوسع الابواب، يشرفنا انضمامك لينا في اكاديميه ZachWorks. هتلاقوا لينك تفاصيل الكورس والورش في ديسكريبشن الفيديو.